النهارده بقى هعمل برسيل جل اللي انا بقيت على طول بستخدمه، واوعدكم لو عملتوه مره مش هتبطلوه. ريحه تحفه، قوام فظيع، نظافه نفس بجد المسحوق اللي انتوا بتشتروه من بره. طبعا للاوتوماتيك، لان في اسئله كتير جدا بتيجي ان ده للاوتوماتيك ولا للغسيل العادي. لا طبعا للغساله الاوتوماتيك عادي، لان احنا بنحط عليه حاجات تحافظ برضو على الغساله. سعر لا يقارن طبعا، يعني من كله تحفة بجد. اوعدكم ان انتوا مش هتبطلوا تعملوه على طول في البيت لو جربتوه بس مرة واحدة بس. هقول لكم كل التفاصيل عشان توصلوا للنتيجة المبهرة دي. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجة هبتدي بالمكونات كاملة، وبعد كده هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف. وبرضو اسئلة كتير بتيجي انه فين صندوق الوصف. صندوق الوصف ده تحت الفيديو هتلاقوا كده سهم صغير، هتدوسوا عليه هيظهر لكم المكونات او اي حاجة مكتوبة تحت الفيديو. معايا 500 جرام من السلفونيك اللي هو نص كيلو يعني. ومعايا 250 جرام ملح عادي، ملح أكل ده. 250 جرام تكسبون، 50 جرام تايلوز، 40 جرام كربوناتو، 40 جرام ملح ليمون، و90 جرام بوتاس على 90 جرام مية اللي أنا بحضرهم دلوقتي حالا دول. حطيت 90 جرام بوتاس اللي هو القشور على 90 جرام مية وسبتهم يبردوا. وبعد كده معايا 50 جرام مانع رغوة اللي هو أنتي فوم، و50 جرام إيديتا، و80 جرام ريحة زيت، وزيت يكون أسباني كمان. ومعايا 50 جرام سيماسول. دلوقتي بقى حطيت الملح. كيس الملح بتاعي زي ما وريتكم دلوقتي هو مكتوب عليه 300 جرام، لما وزنته كان 250 فحطيته. حطيت كيس الملح وهحط عليه 250 جرام تكسبون علشان ادوب التكسبون كويس ويدوب كويس جدا. بخلط فيه بالملح. طبعا بصوا انتوا هتلاقوني بقى يعني الكياس باخد فيها اخر فتفوتة ليه، علشان كل ده من المقادير. فانا لما اشتريت المقادير دي كده بالظبط عشان ما تعبش نفسي كل شوية اوزن من يعني من الكمية اوزن. لا فهو حطهم لي المقادير انا قلتها له، حطها لي بالظبط كده في الكياس. قلبت بقى في الملح والتكسبون، قلبتهم على بعض. بصوا تقال جدا ازاي، ما بيتقلبوش، بس حاولت اخلط فيهم على قد ما اقدر. بعد كده جبت بقى الازازه دي، ازازه الميه مثلا هي لتر. اي ازازه استخدموها ان انتوا تعايروا بيها الميه اللي انتوا هتحطوها عشان تعرفوا انتوا حطيتوا قد ايه، يعني للعلم فقط. فانا الازازه دي تقريبا كانت لتر، فحطيت لتر ميه. بصوا حبه حبه كده على التكسبون مع الملح، وابتديت ان انا ادوب فيهم. اهم حاجه في عمايل الصابون او البرسيل ده ان هو يتقلب كويس جدا. كل خطوه لازم تتقلب كويس جدا، تاخد حقها في التقليب. بعد كده جبت بقى اكبر طبق عندي كده وحطيت فيه في حدود تقريبا 12 او 15 لتر ميه. وبعد كده هنزل الكربوناتو والملح الليمون الاتنين قد بعض، الاتنين 40 جرام من كل حاجة. نزلت ب40 جرام من الكربوناتو الأول وقلبتها برضو كويس جدا لحد ما دابت. بعد كده نزلت ب40 جرام ملح ليمون وبرضو هقلب فيها كويس جدا لحد ما تدوب خالص. بصوا أول ما بنزل بالملح الليمون على الكربوناتو بتعمل فوران كده. كده اتاكد ان الكربوناتو شغاله وملح الليمون تمام. فاوقات بنشتري الحاجه بتكون فاسده او بقالها كتير قوي ومركونه عند بتاع الصابون او بتاع المنظفات، فكده اتاكد ان هي شغاله. بعد كده هجيب بقى التايلوز، والتايلوز ده بنزل بيه حبة حبة، يعني ما بنزلش بالكيس كله زي ما انتم شايفين. هم 50 جرام تايلوز وبنزل بيهم شوية شوية وابتدي ان انا اقلب. لو نزلت بيهم مرة واحدة هيكلكع جدا التايلوز ومش هيديني النتيجة المطلوبة. فحبة حبة كده وتقليب سريع كمان زي ما انتم شايفين. هو انا مسرعة الفيديو بس برضو كنت بقلب بسرعة. قلب 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 واديها حقها ووقتها في التقليب. طبعا انا قطعت كده الفيديو خلاص. في الوقت ده كان البطاطس على الميه. بصوا الرغوه اللي كانت كتير قوي على الوش. اول ما نزلت بالبطاطس
اللي متدوب في ميه، نزلت بيه الرغوه اللي كانت على الوش ديت راحت. البطاطس والميه دول لازم يكونوا بردوا، يعني انا اول ما بحط البطاطس على الميه بتسخن جدا، بسيبها بقى على جنب تبرد براحتها خالص لحد ما اعمل باقي الخطوات دي. لما اعملها دول بيكونوا بردوا جامد، بقوم نازله بعد كده بيهم على المكونات، واسيب بقى الخليط ده كده في حدود نص ساعه كده. قوامه هيتقل جدا ويبقى عامل زي الجل كده. بعد ما تقل معايا وسبته ارتاح شوية كده مع نفسه، جبت بقى الطبق اللي انا قلبت فيه التكسبون على الملح، ونزلت بيه على الخليط بتاعي. يعني بصوا انتوا عايزين تحسبوا عدد اللترات هقولها لكم، بس انا يعني في المرة ديت ما عدتش قوي، بس انا عديت ال20 لتر، بس انا مش فاكرة بالظبط كانوا كام. انا ابتديت اهو مثلا ب15، بعد كده لتر فيه التكسبون. لسه بعد كده هضيف كل حاجة فيها مية تاني، وهقلب برضو كويس جدا جدا جدا. بعد ما حطيت التكسبون على الملح، حطيت نص لتر مثلا مية ولا حاجة في الطبق، وقلبته، وبعد كده ضفته على الخليط، يعني عشان اشيل اي بواقي كانت في الطبق تاني. وده السلفونيك بتاعي، هحط ده 500 جرام، نص كيلو. حطيته كله كده، بس ما عدا تقريبا معلقتين فقط. اول ما بنزل بالسلفونيك كمان القوام بيتقل جدا جدا جدا، يعني عشان بصوا عامل ازاي، عشان انا مسرعه الفيديو يعني تقله مش واضح لكم، او بصوا عامل ازاي، يعني تقيل جدا جدا، لازم يتخف يعني تقريبا ب10 لتر تاني عشان يوصل للقوام المظبوط زي ما كنا بنشتريه بالظبط. بس المهم ان انا اقلب فيه كويس جدا كده. خلاص انا حطيت السلفونيك بتاعي. في الخطوه دي المفروض ان انا اقيس البي اتش بتاع الصابون او البرسيل بتاعي، واشوفه كام. فطبعا ده برسيل، احنا المفروض نوصل لدرجه 8. البي اتش ده دفتر بجيبه برضو، بيكون فيه مليان ورق صغير زي كده، فانا بقطع ورقه صغيره وبشوفها عامله درجه كام. بس دلوقتي انا ما قدرتش او ما رضيتش اقطع الحته دي عشان اوريها لكم. ما ينفعش اقيس البي اتش على الرغوه دي كلها، مش هيطلع معايا بي اتش مظبوط، ومش هتطلع لي اصلا نتيجه. فلما الرغوه دي تروح خالص بعد كده هبقى اقيسها. حطيت الانتي فوم او مانع الرغوه، حطيته في لتر ميه وقلبته كويس جدا، كانوا 50 جرام. قلبته كويس جدا مانع الرغوه على الميه، وبعد كده ضفتهم على الطبق بتاعي الكبير ده، وابتديت ان انا اقلب كويس، وهسيبها تهدى شويه علشان منع الرغوه يشتغل، والرغوه دي 3/4 يروح، واعرف بعد كده اقيس البي اتش بتاعي. وادي 50 جرام اديتا، حطيتهم برضو على حبة مية ودوبتهم كويس، وبعد كده ضفتهم على البرسيل بتاعي. كل المكونات اللي انا بقولها دي بتساعد على القوام ان هو يطلع مظبوط، بتساعد على النظافة ان الحاجة تطلع معايا نظيفة. وهنا معايا 50 جرام سيماسول، او ممكن تستغنوا عنه وممكن تحطوه لو متاح حطوه. حطيته كده من الكيس وقلبته. بصوا بقى الانتي فوم اشتغل شويه. بصوا انا هنا بطأت الفيديو عشان اوريكم منظره عامل ازاي، فظيع يعني، قوامه كده مريح للاعصاب يعني تحفه. وقوام مظبوط، مفيش اي حاجه مكلكعه، مفيش حاجه ما دابتش في النص كده هتلاقوها، لا، كل حاجه اديناها حقها، فكل حاجه دابت كويس جدا. دلوقتي بقى هعمل ايه، هقيس البي اتش بتاعي. ده شكل الدفتر بتاعي، بقطع منه ورقة صغيرة وبقيس البي اتش بتاعي واشوفه قد ايه. بصوا اهو جايب ال8، ما بين ال7 وال8 جابهم. وعقبال ما البوتاص كمان يشتغل شوية ممكن البي اتش يتظبط. لو قسته تاني لقيته مش مظبوط ممكن ازود معلقتين كده بوتاص او حاجة برضو ادوبهم واحطهم على الخليط وابدأ اقيس تاني.
هنا معايا بقى اللون، ممكن تستغنوا عنه، ممكن تحطوا اي لون انتوا عايزينه. انا بس عشان من باب التغيير فحطيت لون المرة دي اصفر، وكل مرة بعمله بلون ازرق، بلون لبني، بس المرة دي حطيت لون اصفر. دوبت اللون بتاعي كان لون بودر، دوبته على كوباية مية وقلبته كويس، وبعد كده ضفته على الخليط بتاعي. ودي الريحة الزيت بتاعتي، تحفة بقى. بصوا الريحة الزيت دي بحطها اخر حاجة خالص خالص، لما كل حاجة تبقى تمام وخلاص، ان انا هعبيه في الازاز بتاعتي، او هعبيه في اي حاجة يعني انتوا عاملين حسابكم عليها. وبعد كده احط الريحة الزيت بتاعتي واقلبها، وابتدي ان انا اعبيه. مش هسيبه مكشوف كده عشان الريحة ما تطرش منه، فالريحة دي بحطها اخر حاجة خالص. ممكن يكون تاني يوم كمان، يعني الصابون بتاعي ده بسيبه يهدى خالص لحد ما يتروق كده، وما يبقاش فيه اي رغوة واي بابلز كده، ولا على الوش ولا في النص ولا اي حاجة خالص. بسيبه يرتاح، بعد كده احط الريحة الزيت بتاعتي دي، ريحة زيت اسباني، تقدروا تغيروا فيها زي ما انتوا عايزين. دي كانت ريحة برسيل جل. ممكن تجيبوا ريحة داوني زيت برضو، بتبقى تحفة وبتثبت وبتبقى جميلة جدا. بصوا بقى قوامه في النهاية عامل ازاي، والكمية عاملة ازاي، طبعا هتكفيكوا كتير جدا جدا. السعر لا يقارن بسعر بره خالص. جربوه بعد الفيديو، انزلوا هاتوا الخامات، واقول لكم الخامات بتتجاب منين برضو في صندوق الوصف. واللي عايز اي حاجة يسيب كومنت وانا هرد عليه، واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.